كنت حرفيًا باعاني قبل ما أعمل أول $1000 من الfreelance كsoftware engineer لحد ما عرفت الترِكّة دي. في 2017 كنت لسه داخل الfreelance وما كانش عندي خبرة خالص في المجال، بس كان عندي حاجة هي اللي خلّتني أعمل فلوس، بس هاقول لك عليها كمان شوية. وأنا قاعد باقرا بالليل قُلت أجرّب أخُش على جروبات الفيسبوك وأشوف حد محتاج web site وأعرض عليه الخدمة دي زي ما الناس كلّها كانت بتعمل. وفعلًا لقيت حد منزّل الpost إن عنده مصنع ومحتاج web site، وطبعًا مش محتاج أقول لك كام واحد حاول يتواصل معاه عشان ياخد الproject ده، ولكن دونًا عن كل الناس دي لقيته بيتواصل معايا. أول ما كلّمني اتفاجئ من قوة الportfolio وإن أنا اشتغلت على مشاريع قبله بالرغم من إن أنا كنت لسه مبتدئ، والمفاجأة اللي ما يعرفهاش إن أغلب المشاريع دي كانت وهمية وكنت باعملها بس عشان أعرضها على العملا، وطبعًا عجبه الشغل جدًا لكن مش ده السبب اللي خلّاه يختارني برضه. أهم حاجة قالها لي إن ناس كتير تواصلت معاه بس ما حدش فيهم كان بيرد عليه بسرعة وبيتناقش معاه في التفاصيل بتاعة المشروع زي كده، وده خلّاه يرتاح لي ويحس إن أنا محتاج فعلًا أساعده ومش باقدم له خدمة. وهو ده السبب اللي يخلّي أي عميل يختارك أنت دونًا عن أي حد في الماركت، لإن كل الناس محتاجة تشتغل بس مش كل الناس عايزة تساعد. وعلشان كده لو لسه بتبتدي freelance فأنا الفترة دي باجهّز كورس مخصص للsoftware engineers فيه كل حاجة عن إزاي تبتدي وتعمل أول $1000 من بيتك، وكل حد هيسجل في الwaiting list هياخد خصم 50% على الكورس أول ما ينزل. فلو حابب تسجل اكتب لي list في الكومنتات تحت وهاتواصل معاك.